سلام صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما ألقاكم في أحسن الأحوال. دائما سعيدة أنني أشارك معكم وصفات سهلة بسيطة اقتصادية في متناول الجميع والنتيجة أكثر من رائعة. فاليوم اختاريت لكم الحرشة السائلة اللي كتجي أكثر من رائعة ومميزة. كنتمنى أنكم تجربوها تلقى الاستحسان ديالكم. دائما راه الوصفات راه ساهلين وناجحين. فغادي تشوفوا معايا هاد الحريشه راه كتجي كتذوب في الفم، ما غاديش تشبعوا منها. كيجي فيها واحد المذاق اللي جد رائع وسهله وبسيطه وكتوجد بسرعه. فغادي ندوزو صديقاتي الغاليات باش غادي نوجدوا الحريشه ديال اليوم اللي كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. فاول حاجه كناخذ واحد المقله اللي كتكون ما كتلصقش، كندهنها بالزبده وكنرشها بالسميده. كندير واحد الكاس الاول ديال السميده ديال الحرشه، كنزيد الكاس الثاني 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه، وغادي نضيف ايضا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملح، معلقه ديال الزبده. غادي نضيف ايضا واحد ساشيه ديال الفاني، وغادي نضيف واحد الخماره. غادي نخلط هاد النواشف اولا، عاد باش غادي ندخل فيها هاد الزبده مع زويته 4 كاس ديال الزيت، وكندخل فيها مزيان. من بعد ما دخلت دوك الزيت والزبده مزيان كنضيف 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نخليها تشربها واحد شي شويه ونرجع ليها. هنا من بعد ما تشربتها كتبقى سائله، غير هو كما كتلاحظوا راه تشربات، ما بقاش ديك الكميه كامله ديال الحليب. كنفرغوها هكا في المقله، كتخليوها غير واحد 10 ديال الدقائق او 5 ديال الدقائق، ما واصلاش. كتشرب داك السوائل اللي كيكونوا زايدين كتر من القياس باش كتجينا فتيه، وكنفرغوها هكا في المقله وكنقادوها. كما لاحظتوا في ثواني كتوجد، ما كتاخذش لا مجهود لا وقت، وكتجي النتيجه ديالها رائعه. غادي نحطها فوق البوطه وغادي نغطيها هكا بشي حاجه حتى تتنشف ليا، عاد باش كنعري عليها. فكديروا شي غلاقه هكا ديال المقله. من بعد ما دبوزات واحد المده فوق البوطه، وانا كنحركها ما كنخليهاش في بلاصه، كنطيبها في الجناب، كنحرك باش ما تطيبليش غير من الوسط. كنقلبها وكندهن المقله هكا بشويه ديال الزبده، ونعاود نردها في المقله. هنا ما تحتاج انني نعاود نغطي عليها، صافي كنخليها هكا واحد 10 ديال الدقائق تقريبا وكتكون واجده بعد ما كنقلبوها. ففي الاول كنخليها واحد 15 دقيقه، ولكن كنبقى كنحركها على جنب حتى فاش كنبقاو نقلبوها. غادي نبقى نحرك المقله على البوطه باش ما طيبليش غير في جهه واحده على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. فانا هنا ما عنديش هذيك داك العازل ديال الحراره من التحت، ودرت هاد الشوايه هذه باش ما كتجينيش العافيه مجهده. وحاجه اخرى هو كنديروا العافيه كتكون مهيله باش كطيب على خطره. تيكون هذا هو الشكل ديال الحريشه ديالنا. اختاريت انني نزينها بشويه ديال الكوك، يمكن لكم تخليوها هكا ما تزيدوا لها حتى شي اضافه. فانا دهنتها بواحد شويه ديال العسل ودرت لها شويه ديال الكوك. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، راه سهله وبسيطه وكتجي لذيذه بزاف. فانا دهنتها بشويه ديال العسل وغادي ندير لها شويه ديال الكوك وغادي نقدمها معكم. كنتمنى انها تعجبكم وترقكم. ولا عجبكم صديقاتي الغاليات الفيديو ديال اليوم، فكنتمنى انكم تخليو لي واحد لايك واحد التعليق اللي كنفرح بها بزاف. وإلا كنتو جدد فكنرحب بكم، مرحبا بكم. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. غادي نتمنى لكم يوم سعيد، وغادي نضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم بخير.